السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أعزائي المشاهدين، أهلا وسهلا بكم في حلقة جديدة من برنامجكم Give Me 5. النهاردة خلاص يعتبر بداية الجولة التانية من جولات الحسم من الخمسة الباقيين. بيراميدز هيلاعب فاركو، مباراة إلى حد ما سهلة تبقى الساعة 5، والأهلي مع حرس الحدود الساعة 8، وبرضه مباراة إلى حد ما سهلة، ولكن التحكيم هيكون عليه عامل كبير قوي. انا مش طالب غير العدل، والاهلي مش طالب غير العدل، واتمنى من اداره الاهلي تركز كل اعينها على التحكيم، اذا كان للاهلي لبيراميدز للزمالك، لان التحكيم هيكون ليه كلمته، وخاصه ان اللي هيحكم مباراه بكره النادي الاهلي محمود ناجي، واحنا عارفين مصايب محمود ناجي في مطوشه الاهلي ومصايب محمود ناجي في مطوشه الزمالك، لدرجه ان في ناس مسمياه محمود نادي الزمالك من كتر ان هو في ماتشات الزمالك لازم يعمل لهم خدمه ما بتتوصفش. ضربه جزاء بقى تتحسب من وحي الخيال، جوان ما تتحسبش من وحي خياله على الزمالك، حاجات كده غريبه يعني، وازاي بيبقى مكتف المباراه. فاتمنى ان بكره ربنا يوفقه ويكون تحكيم كويس. الحاجه التانيه بقى عماد النحاس هيعمل ايه بكره؟ اتمنى من عماد النحاس، انا عرفت ان هو اكرم توفيق مش في القايمه خلاص، اكرم توفيق كده نعتبر ان هو خارج الاهلي عشان هو في الشمال القطري. كان طلب من الكابتن محمود الخطيب ان هو يلعب كاس عالم، بس الكابتن محمود الخطيب رفض، عشان زي ما قلت انا اتمنى كل اللعيبه اللي تلعب كاس عالم هتكمل معايا الموسم، عشان كده انا قلت مش عايز حمدي فتحي يجي لي بس اعرض بتاع كاس عالم، انا مش عايز كده، مش شهر كاس عالم ده اجيب لعيبه عشانه، وخاصه ان حمدي فتحي مكانه في ناس واخداه. عندك حمدي فتحي، محمد بن رمضان، وامام عاشور، ومحمد علي بن رمضان، وبتاع ده مروان عطيه واليو ديانج، دول هيكونوا خط وسط. حمدي فتحي هيلعب مكان مين؟ فده كان رأيي الشخصي. بكره كابتن عماد النحاس الاقرب من التشكيل هيكون شوبير، هيبتدي بكره لان الشناوي في كذا غلطه في الماتش اللي فات والماتش اللي قبليه، شال كتير بس في غلطتين بيطلع غلط، اوقات بيطلع غلط، كان في جونين هنلبسهم الماتش اللي فات لولا ياسر ابراهيم وحسين الشحات لما شالوا الكورتين مع خط المرمى يعتبر بيهدهم. بيطلع غلط مش مركز، فاتمنى ان هو ياخد فتره هدوء، خاصه بعد لما هو جدد هو ياسر ابراهيم. طيب التشكيل ايه؟ تشكيل بكره بمشيئة المولى عز وجل هيكون شوبير، رامي ربيعة اللي احنا جايين له في النقطة بعد الماتش، بعد ما نشوف الخطة والتشكيل هيبقى عامل ازاي، ياسر ابراهيم، او هيكون مصطفى العش. باك شمال انا اتمنى مصطفى عش مش كوكا، لو علي معلول مش هيبتدي، لو علي معلول مش هيبتدي عشان ممكن نفوجئ بعلي معلول بكره. طبعا محمد هاني خط وسط عايز يكون مروان عطيه جنبيه احمد رضا او قفشه، او امام عاشور يطلع قفشه قدام. السولية يكون الشوط التاني عشان السولية ما بيدكش الا شوط واحد بس، فهيكون عندي ستيبن نازل باللياقه اخر نص ساعه يفرق معاك. ده رايي الشخصي، ما ينفعش السولية يبتدي بيه. وعمر الساعي ممكن برضو، عمر الساعي راجع بعد مدة طويلة، هو دخل التشكيل، دخل القايمة، بس ما اتمناش ان هو يبتدي عشان لسه فورمة المباريات. طيب الوينجين طاهر وبن شرقي وجريدة شار هيكون مهاجم، او وسام هتبان بكره ان شاء الله التشكيل. اتمنى ان الاهلي يرجع الاهلي، اللعيبه هي بروحها المعنويه، مش عايز انقص نقطه. الزمالك بيديك فرصه من ده ان انت تستمر حتى لو ما خدتش الدوري، تاخد التاني عشان تلعب افريقيا السنه الجايه مستريح، ما يبقاش موسم كارثي. واتمنى ان يكون التحكيم بامر الله عادل مش مع حد، مش عايز غير العداله التحكيميه بامر الله. رامي ربيعه يعني دي النقطه اللي هنختم بيها الفيديو، هو فيديو خفيف كده. انا مش عارف صراحه رامي ربيعه عايز ايه. هو في الاغلب هو كده مضى مع بيراميدز، ده في الاغلب يعني. الاهلي عرض عليه الاول مبلغ، طلب 15 وطلب 5 اعلانات، بعد كده قال لا انا عايز 20 و5 اعلانات، بعد كده الاهلي قال له 22 فوق، وافق على 22 وهيبقى فيه جزء اعلانات، بعد كده فوجئ ان رامي ربيعه عايز 30 مليون. ايه ده؟ هو في الاغلب مضى، رامي ربيعه في الاغلب مضى.
رامي ربيعة مضى ما مضاش كده كده بيديك ماتش و10، لا مش مدافع اللي انت تعتمد عليه. عشان كده انا بقول دايما انا محتاج مدافعين، واللي كان مخلي رامي ربيعة توب فورم هو محمد عبد المنعم اللي سافر واحترف. خلاص انت دفاعك ما بقاش زي الاول خالص. فانا محتاج مدافعين على الاقل. الاهلي محتاج مدافعين وباك شمال. حاجة اخيرة هنختم بيها بالنسبة للافارقة. الناس بتقول ان الاهلي بقى عنده 9 دلوقتي. طيب ما كده كده رضا سليم خلاص هيمشي، اكيد هيشوف له عقد اعارة او بيع. الدوري كريستو هيكمل بره، الاهلي مش هيرجعه. عندك مين تاني؟ واليو ديانج ده اللي ممكن يرجع، وسمعت اخبار ان هو مش عايز يكمل، واتمنى ان هو يكمل. هيكون قوة دفع الخط وسط الاهلي كبير قوي. وعلي معلول هو اللي هيمشي، وطبعا يحيى عطية الله برضه هيمشي. يبقى كده أربعة اللي هم علي معلول في الأقرب بعد كأس العالم يتكل على الله، يحيى عطية الله نفس الكلام، أو ممكن قبل كأس العالم كمان، ورضا سليم والدوري كريستو. هيبقى عندك الخمسة اللي هم أشرف بن شرقي، أشرف داري، ديانج، جريدي شار، ومحمد علي بن رمضان. وده اللي احنا عايزينه. أنا مش عايز ديانج يمشي بصراحة، ما اتمناش خالص ديانج يمشي. هنشوف الدنيا هتمشي ازاي، وربنا ييسر الامور باذن الله، ويكون بكره مباراه كويسه حنينه، والحق هو اللي هيظهر. اخر حاجه نختم بيها حلقتنا، ايقاف جمهور الاهلي بعد طول، جمهور الزمالك بعد طول انتظار. يعني انا مش عارف، ماتش واثنين وثلاثة واربعة والخمسة يفكروا ان هم يوقفوا الزمالك مباراتين. اخيرا لجنة الانضباط او لجنة المسابقات وقفت جمهور الزمالك مباراتين بسبب الهتاف او السباب الجماعي. اخيرا يعني مباراتين، هيكون المباراة بتاعت بنك الاهلي اللي بعد بكرة ان شاء الله، والمباراة اللي بعديها. حلقة خفيفة كده، واتمنى ان شاء الله بكرة يكون فوز الاهلي، واتمنى تعثر بيراميدز. اتمنى الحق يظهر، ما اتمناش تحكيم يعمل عمايله، رغم ان ده صعب خلاص. يعني هو في توجه من بداية الدوري خالص، الكومي اللي قال الكلام ده، وده عضو في اتحاد الكورة، ان في توجه ان هم يدوا الدوري لبيراميدز. كان معاكم احمد تورنيدو من حلقة جيف مي 5. استنوني ان شاء الله في حلقات جديدة بكرة بعد المباراة بمشيئة الله. السلام عليكم.